السلام عليكم. اهلا بيكم في قناتي قناة بيئة كوك ويز ولاء. اهلا بيكم فيديو جديد، وصفة جديدة من وصفاتي. النهاردة هنعمل مع بعض الكانتون بيف او المونوجوليان بيف. الاتنين دول بتتكتب في اي منيو في مطاعم التشاينيز فود. بعد ما الحمد لله كانتون الفراخ عجبتكم جدا واخدت اكبر نسبة مشاهدة عندي، طلبتوا مني ان انا اعمل لكم البيف. هي طعمها حلو جدا ومشهورة جدا. يلا بينا ندخل المطبخ بتاعنا ونبتدي طبقنا. انا هنا جبت بولة حطيت فيها حوالي يعني نص كيلو من اللحمة، قطعتها زي الشاورما او اتخن شوية. يفضل طبعا انها تكون من غير دهنة خالص، يعني نختار نوع زي بتاع البوفتيك او الانتركوت. دي بتبقى حلوة جدا لان بيكون لحمها طري وبيستوي بسرعة. وحطيت عليها معلقة من الصويا صوص او معلقتين على حسب الكمية اللي عندكم. وبعدين جهزت طبق فيه نشا. هاخد اللحمة بتاعتي وابدرها بالنشا. هكرر الموضوع ده في اللحمة بتاعتي كلها واحطها في طبق تاني على جنب. خلصت اللحمة بتاعتي، حطيتها كلها او غلفتها كلها بالنشا، وده شكل الطبق. ما بين كل طبقة وطبقة تحطوا شوية كده من النشا علشان ما تعجنش في بعضها، تفضل كل واحدة لوحدها متغلفة زي ما انتوا شايفين. شايفين يا جماعة شكلها كل واحدة مش معجنة في بعضها ولا داخلة في بعضها خالص. هجيب بقى طاسة فيها زيت واحمر كل قطع اللحمة بتاعتي. طبعا الزيت يكون سخن. نزلت قطع اللحمة بتاعتي كلها واقلبها على الجنب التاني. لحد ما تاخد اللون البني الفاتح ده. طلعتها بقى على مصفى. زي ما قلت لكم قبل كده انا مش بطلع اي حاجة متحمرة عندي في الزيت على مناديل مطبخ، انا بطلعها على مصفى او شبكة. هقول تاني علشان الناس اللي ما شافتش الفيديو بتاعي، انا ما بحبش احطها على مناديل مطبخ علشان ما تشربش الزيت من تحت وترجع تاني، فالفراخ او اللحمة اللي بحمرها تطرى معايا في القشرة والقشرة تطلع مني. خلاص ابدأ بقى اجهز الصوص بتاعي. زي ما قلت لكم يا جماعة قبل كده ان الاكل الصيني ده عبارة عن فراخ او لحمة متحمرة بالنشا والدقيق، والصوص بقى هو اللي بيبقى مختلف. يعني على حسب الصوص بتاعي اللي هعمله على حسب ما هتبقى اسم الوصفة بتاعتي. الوصفة دي بالصويا صوص بس. جبت بولة حطيت فيها ربع كوباية من الصويا صوص. الصويا صوص بتاعي ده غامق مش فاتح. لو هتستعملوا الصويا صوص الفاتح هتكتروا شوية بس، لان دايما الصويا صوص الغامق بيبقى اتقل ومركز اكتر من الفاتح، والملح بتاعه بيبقى خفيف عن الصويا صوص الفاتح. الفاتح بيبقى مالح شوية معاكم علشان لما تيجوا تجربوها في وصفات تانية تاخدوا بالكم من موضوع الملح. للناس برضو اللي سألتني كتير جدا عن الفرق ما بين الصويا صوص الفاتح والغامق، اديني يا جماعة قلت لكم اهو. خلاص حطيت هنا في البولة ربع كوباية من الصويا صوص، عليها 3 معالق من العسل الاسود. لو عندكم اوستر صوص حطوا منه معلقة، هيبقى طعمه حلو جدا برضو. اقلبه بقى مع بعض كويس، وبعدين انزل عليهم بمعلقة صغيرة من النشا. طبعا كل ده على البارد علشان النشا ما يبقاش مكتل معايا. هخففه بس بحوالي نص كوباية من المية، مية فترة عادي من الحنفية. وهنا حطيت رشة خفيفة خالص من الخل. شوفوا يا جماعة لو عندكم خل الرز يبقى حطوا معلقة صغيرة. لو ما عندكوش وهتستعملوا الخل الابيض العادي حطوا يعني حاجة خفيفة، حاجة بسيطة خالص، يعني ربع معلقة او نص معلقة صغيرة، علشان دايما خل الابيض بيبقى نفاذ قوي عن خل الرز.
هقلبهم بس كده ويبقى الصوص بتاعي خلاص جاهز. هجيب بقى طاسة او ووك المتاح عندكم استعملوه، وهحط يعني رشة خفيفة خالص من الزيت. لازم يا جماعة الطاسة او الووك تبقى سخنة جدا جدا جدا. من ضمن نجاح الاكل الصيني بتاعي ان يبقى الطاسة او الووك سخنين جدا. انا هنا نزلت عليهم بحوالي معلقة صغيرة من الثوم، عليها رشة خفيفة، عليها رشة من الجنزبيل. لو عندكم جنزبيل فريش استعملوه عادي، انا هنا حطيت جنزبيل باودر. هقلبهم مع بعض كويس قوي والطاسة سخنة جدا وعلى نار عالية جدا. المكونات بتاعتي هي بصل متقطع جوليان او شرايح بالطول، وعليها فلفل اخضر كوبي متقطع برضو بالطول، ولو حابين تحطوا فلفل الوان حطهم، بس يعني الوصفة الاصلية ما فيهاش فلفل الوان. وعليها فلفل رومي، طبعا الفلفل ده بيكون حامي جدا جدا جدا. انا زودت بصراحة من عندي الفلفل الكوبي علشان ما يبقاش حامي جدا، يعرف يعني يتاكل. بس طبعا للناس اللي بتحب سبايسي قوي ممكن تستغنوا عن الفلفل الكوبي وتحطوا فلفل حامي بس. انزل بقى هنا اول حاجة بالبصل، هقلبه كده تقلبتين. طبعا زي ما انتوا عارفين ان الاكل الصيني لازم الخضار اللي بيبقى موجود يبقى كرانش شويه، ما يبقاش مستوي قوي او دبلان. وبعديها حطيت الفلفل الاخضر بتاعي او الكوبي. لو بتحبوا الاكل سبايسي قوي ممكن تنزلوا هنا بالفلفل كمان الرومي، انا مرضتش احطه دلوقتي علشان ما يبقاش حامي قوي. وبعديها حطيت الصوص بتاعي اللي انا كنت مجهزاه، هديله كده تقلبتين، مش عايزاه يقعد على النار كتير علشان الخضار ما يستويش. بس زودت هنا شوية مية، وبعد كده نزلت عليهم باللحمة بتاعتي. هقلبهم كلهم مع بعض علشان بس ياخد من طعم الصوص بتاعي. وبعد كده حطيت بقى الفلفل الحامي بتاعي اللي هو الفلفل الرومي. تقدروا لو ما عندكوش فلفل رومي تقدروا تستعملوا شطة او هوت صوص، بس ما تكتروش منه. انا ما حطيتهوش في الاول علشان زي ما قلت لكم ما يبقاش حامي قوي وينزل الشطة بتاعته كلها، هنا بيبقى حامي خفيف. هقلبهم كده مع بعض كويس قوي، وكده يبقى الطبق بتاعنا خلص. صدقوني يا جماعة طعمه يجنن، هيعجبكم قوي ان شاء الله، خاصة الناس اللي بتحب زي ما قلت لكم الاكل سبايسي. طعم اللحمة فيها متغلف بالصوص، طعمه تحفة. اللحمة نفسها طرية جدا 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 زي ما بيقولوا بتدوب في البق، بجد تجنن الأكلة دي، جربوها إن شاء الله هتعجبكم قوي. وده شكل المونجوليان أو الكانتون البيف، يا رب إن شاء الله يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش تعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتعملوا سبسكرايب أو اشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي اللي جاية إن شاء الله. أشوفكم على خير.